المؤجلة في كرة القدم الأردنية. الفيصلي 11 نقطة بسبع في الترتيب السابع، الوحدات في المركز الأول ب19 نقطة. الوحدات فاز في 6 مباريات، تعادل مرة وخسر مرة، من 8 مباريات جمع 19 نقطة على القمة. بينما الفيصلي باللون الأزرق إلى يمين السادة المشاهدين اللون اللبني الفاتح لعب 6 مباريات فقط، فاز في 3، تعادل في 2، خسر في 1. أمامه فرصة كبيرة، إذا فاز في مباراة اليوم وواحدة من مباراة أخرى مؤجلة بالنسبة له يستطيع أن يصل إلى مكانة متميزة، ولما لا ينافس على اللقب والبطولة. فالفيصلي هو السيد، بل هو السيد، بل هو زعيم كرة القدم الأردنية. لما لا، فالفريق حصل 32 بطولة دوري على مر التاريخ، رقم كبير وقياسي، بينما فريق نادي الوحدات 12 بطولة دوري على مر التاريخ. إذا ننطلق وإياكم أحداث اللقاء الكبير، وتحديدا من استاد عمان الدولي الذي يحتضن أحداث هذه المباراة الكبرى بين الفريقين. انطلاقة للفيصلي من اليمين إلى اليسار، وضربة راس وضربة ركنية لصالح الفيصلي. قالوا وياما قالوا إن صعب جدا التكهن بنتيجة المباراة، لكن قالوا هذه المرة أن الوحدات هو الأقرب. الوحدات يمتلك أدوات وإمكانات وخبرات هي الأقرب للانتصار. يمتلك الحوت حارس المرمى عامر شفيع، ويمتلك أفضل لاعبي خط الوسط في القارة الآسيوية عامر ديب وحسن عبد الفتاح ورافت علي. ولكن ماذا عن الصحة؟ ماذا عن العافية؟ ماذا عن القوة؟ ماذا عن الإصرار؟ هل يستسلم الفيصلي؟ لا 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 لا، بل يتقدم بأول أهداف اللقاء. نعم عملوها، وبضربة الرأس سجلوها. الثمرة الناضجة تسقط وحدها لكنها لا تسقط في الفم. نعم الثمرة الناضجة تسقط وحدها لكنها لا تسقط في الفم. تحتاج إلى الجهد، تحتاج إلى العرق، تحتاج إلى الاجتهاد، تحتاج إلى التحرك، تحتاج إلى الثقة، تحتاج إلى ضربة رأس من إبراهيم الزواهرة ليتقدم بأول أهداف اللقاء في أولى دقائق اللقاء. فرحة ويا لها من فرحة، بداية ويا لها من بداية. قالوا وياما قالوا عن الديربي، عن الكلاسيكو، عن كرة القدم الأردنية. يظهر بوجه جميل، وجه يظهر القيمة الكبيرة لكرة الأردن التي تطورت. نعم تطورت كرة الأردن، فأصبح المنتخب الأردني هو 7 التصنيف في آسيا، 72 على العالم. المنتخب الأردني هو 6 العرب و72 على العالم. وضربة رأس من أروع وأجمل وأسرع وأقوى ما يمكن. فتقدم فريق الفيصلي بأول أهداف اللقاء، ليس فقط بل التالي. لا 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 لا، وكأنه سيناريو لليفربول والأرسنال بالأمس. بداية ويا لها من بداية، قوة ويا لها من قوة، إثارة ويا لها من إثارة، متعة متوقعة وستكون حاضرة للنهاية. 1-0 للفيصلي، 1-0 للزعيم. بينما الحوت عامر شفيع الحارس التاريخي لكرة القدم الأردنية يستقبل أول أهداف اللقاء في أولى دقائق اللقاء. ضربة ركنية تاني من جديد، ضربة الرأس والتقدم من إبراهيم الزواهرة، ولكن على طول إلى ضربة المرمى. الله الله الله، يوسف الألوسي هو صاحب ضربة الرأس الأخيرة. ادي الضربة الركنية، ضربة الرأس والتمركز الجميل. راح لها ما استناش، راح لها ما استناش ابراهيم الزواهرة، راح لها ما استناش. مش قلت لكم الثمرة الناضجة تسقط وحدها لكنها لا تسقط في الفم. لازم انت تروح لها حتى تسقط في الفم. سقطت ويا له من سقوط، هدف ويا له من هدف. بداية ويا السوري الجديد معتز الصلحاني دميري، والكرة الطويلة الأمامية. لن يصمت، لن يسكت فريق الوحدات، سيتقدم للأمام، سيبحث عن التعديل ويمتلك كل أدوات التعديل. ليبقى السؤال، هل في نص ملعب فريق الوحدات ضغط يبقى عالي شوية، يحرموهم شوية من سرعة بناء الهجمة، يحرموهم من بناء الهجمة براحتهم. يضطر عامل شفيع يشوط، تصدي مباشر، استلام على الصدر، تحضير تاني من جديد، مثلثات مربعات. والله عندهم المهارات وعندهم بعض المساحات. سجلوا هدف ويبحثون عن تاني هدف. حولة تاني من جديد، حولة تاني من جديد. رائد النواطير كانت واحد في الكويت الكويتي. استاد عمان الدولي بيسعى ل20,000 متفرج ولكنه غير ممتلئ عن آخره.
انطلاقه ثانيه على طول اماميه، مركزين في الجبهه الشمال لعيبه نادي الوحدات. لعيبه الفيصلي بمدربهم الحقيقه محمد اليماني مدرب الطوارئ، اهلا بالطوارئ اذا كانت تحقق لي الانجاز، مش كده ولا ايه؟ بينما عبد الله ابو زمع واحد من نجوم كره القدم الاردنيه ومن ابطال ملحمه الصين 2004 مع الجوهري ورفاقه، هو مدرب نادي الوحدات، لما لا هو نجم الوحدات السابق في خط الوسط. صدام وحركات وتحركات الكلاسيكو موجودة باستمرار، لكن إن شاء الله بسيطة. عامر ديب ودخول قوي في اللقطة الأخيرة من خلدون الخوالدة. ممكن يكون فعلا ما فيش تجانس، الفورمة مش كاملة، وممكن تدي حماس ورغبة وإثبات للذات، وبالتالي هدف مبكر يعطي نوع من الدفء للمجموعة بعضها ببعض. ادي محمد اليماني مدرب الطوارئ، والله أهلا بالطوارئ، أهلا بالطوارئ، مش كده ولا إيه؟ تاني بساطة، سهولة، صغيرة قصيرة، خبرة قصي أبو عالية، شهد على تقدم النشامة بشكل ممتاز، لكن لازم يكملوا، ورطوا نفسهم بأداء جميل، لازم يكملوا. طويلة أمامية بيعدلنا على نجوم نادي الوحدات، وكان بيقول لهم هو في إيه بالظبط. وادي لاعب الوسط المجتهد جدا جدا المهاجم أحمد الحوراني اللي بيشارك لأول مرة مع فريق الفيصلي، بينما محمد الشطناوي حارس المرمى 19 سنة 20 سنة لسه. تاني على طول في نص الملعب. شوف الجماهير، صوت الجماهير، صوت الجماهير، صوت الجماهير، صوت الجماهير من أجمل ما يمكن في الملاعب الكروية. تاني في نص ملعب شريف عدنان، عنصر خبرة، وادي الخطأ الكبير، وادي الضغط 2 على 3 2 على 4، ولكن استبسال، لعب على الكرة يا حكم، ده لعب على الكرة يا حكم. الحكم قال لك لا، قال لك لا 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 لا، ده فاول، قرار فني وانذار قرار اداري وكارت اصفر، كارت اصفر. لعب على الكوره، لعب على الكوره، والله لعب على الكوره ولعبها بكعب رجله وجابها لنفسه اهو. بيقول له ان لاعب خلدون الخوالده رقم 10. خلدون واحد من الجدد في صفوف نادي الفيصلي، طويله عميقه، ادي الكره المكرره كتير 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 بدون داعي. احمد الحوراني ومعتز الصلحاني في الخط الامامي، لكن الشطناوي بالضغط عليه من معتز الصلحاني اللاعب السوري في صفوف نادي. الهدف المبكر اعطى للفيصلي الاستراتيجيه اللي هو عايزها. تاني اصبح 1 على 2، هجمه مرتده من جديد. هيأخر ولا ايه؟ هيأخر ولا ايه؟ هيأخر ولا ايه؟ ما اخرش، كان لازم يأخر، كان لازم يعمل ديلي، كان لازم يقيس انه مش هيقدر رغم وجود حسن عبد الفتاح، ورغم وجود رافت علي، ورغم وجود عامر ديب. مفيش ولا تمريره للمهاجم معتز الصلحاني. غريبه جدا، غريبه جدا. انطلاق هذه المره رائد النواطير، يا سلام يا رائد، يا سلام يا رائد. ولكن احمد الشناوي وشريف اكرامي في يجلس عصام الحضري على دكه البدلاء، لعصام الحضري حتى ال40. ولكن عامر شفيع لا زال امامه الكثير ان شاء الله ليعود حارسا للنشامه ومنافسه شريفه مع زميله وشقيقه الاصغر محمد الشطناوي. ولكن روح المنافسه جميله 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 للشطناوي. الله على الشطناوي، حوت الاردن الجديد، حوت النشامه الجديد. الشطناوي يتصدى، الشطناوي يتفوق في خلال المواجهات المباشره مع مهاجمي نادي الوحدات. ملعب الى رجاء عابد، ولكن اللمسه. بص الزحمه، بصوا في الصوره عزيزي المشاهد، بصوا في الصوره. لعيبه نادي الفيصلي نجحوا ان هم يوجهوا لعيبه الوحدات للعمق، ولعيبه الوحدات بلعوا الطعم رغم ما لديهم من قدرات. اعتقد ان عامر ديب لازم يلعب على الخد. الجماهير في المدرجات. الخساره بالخمسه منطقيه، لكن ان تتعادل هناك هي النتيجه الغير منطقيه. اذا انت حققت بالفعل الجميل، ليس دفاعا عن او وقوفا الى من، لكن في النهايه كله لصالح النشامه. الكره العرضيه الجميله وضربه راس من جديد. ضاغط الفيصلي اللحظات الاخيره. بداوا المباراه بقوه وبينهوا الشوط الاول بنفس القوه. تاني من جديد حسين زياد برجله الشمال، وعامر ديب، يا سلام يا عامر. ولكن رمي التماس لصالح نادي الفيصلي. غريبه، راحت للوحدات. قضي الامر، خلاص زعلان غضبان متضايق. ادي عامر ديب بيقوم بدور الدفاع الكويس. والله ابتعاد عامر ديب وحسن عبد الفتاح عن المنتخب قد يكون في صالحهم. الامام ادي حسين زياد برجله الشمال، حسين ظهير ايسر لنادي
الفيصلي لينهي حكم اللقاء محمد عرفة أحداث الشوط الأول من هذا الكلاسيكو الكبير، الكلاسيكو رقم 73 في مسيرة الوحدات. والفيصلي التقدم للفيصلي 1-0، هدف سجل بضربة راس صعبة على كل الحراس خاصة عامر شفيع، ومن رأس إبراهيم الزواهرة يتقدم الفيصلي 1-0 على الوحدات. الزعيم يتفوق يتقدم. هل الرجل الأخضر، هل المارد الأخضر قادر على العودة في الشوط الثاني؟ نتابع ما بعد الشوطين، وتلك هي لقطة هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس الزوارة في الدقيقة الأولى. تحياتي من استاد عمان الدولي، أحمد الطيب معلق اللقاء. تقي وياكم إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني. نعود الآن للزملاء الأعزاء في مكان كويس، لكن عجبني التمركز الكويس بتاع لعيبة نادي الفيصلي. ادي الباص الامامي في العمق انه يمنع المنافس انه يروح على مرماه ولو بفرصه. لعبه خطيره ولكن عامر شفيع يمسك. فينك يا ابو علي؟ فين انطلاقاتك ومهاراتك ومراوغاتك؟ باص وحش قوي يا حسن، وضربه حره عرضيه ولكن تمركز تمام وتشتيت عظيم من عبد الاله الحنحنه. برافو عبد الاله، برافو عبد الاله. تروح لحسين زياد، الباكين شغالين تمام في نادي الفيصلي. استلام تحت ضغط مع الحركه مع الزحمه. شوف الزحمه اللي عاملينها، بيطلعوا مع بعض، بس لو عندهم طموح تسجيل هدف تاني تفرق. ادي عامر دي بالكاميرا معاه، مخرج بيلاحقه وكانها اصابع اتهام من الكاميرا لبعض النجوم ولا ايه. تلاقى تاني ناحيه اليمين، وقوف شوف تغيير الاتجاه. لا 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 لا، الفيصلي نقلوا نفسهم من اقصى اليسار من الخلف لاقصى اليمين في الامام. رائد النواطير تبديل قادم، يا ترى مين اللي هينزل؟ لازم يستنى شويه. تمريره عميقه وتحرك حسن. لا ده اوفسايد من امبارح يا ابو علي، ده اوفسايد من امبارح دي يا حسن، ده اوفسايد من ايام معسكر الدوحه يا حسن، دي يا حسن اوفسايد فعلا، وضربه حره غير مباشره على الوحدات. يعني ممكن ياخد انذار تاني وياخد كارت احمر. خلي بالك، خليكوا فاكرين، خليكوا شاهدين. انطلاقه تاني من جديد، رائد النواطير. يا سلام يا رائد، يا سلام يا رائد. لا لا لا، النهارده يبقى مقدم وعقيد وفريقه لو كسب يبقى مشير، ولما لا. انطلاقه تاني من جديد، حلوه عبد الاله الحنحنه. شوف الانتشار العريض الجميل، انتشار عريض وعميق، ضغط، ولكن هل يسمح الوحدات بذلك؟ لا 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 لا، الثاني ولا ايه؟ لا 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 لا، خطيره ولكن في ايد عامر شفيق. بص شوف الفيصلي بيعمل ايه، بص شوف الزعيم بيعمل ايه. الزعيم زعيم بالانتصار، الزعيم زعيم بالسيطره، الزعيم زعيم بالبحث عن الهدف الثاني رغم العارضه اللي حرمت الوحدات وحسن عبد الفتاح من هدف. لكن شوف الانطلاقه، شوف السرعات، شوف الانطلاقات، شوف الاختراقات، شوف التصويبات، ولكن في النهايه عامر شفيع يمسك بهدوء. 3-4 في اللعبه اللي فاتت. سرعات جميله وخبره قصي ابو عاليه اللي نقل نفسه كويس قوي الحقيقه في مساحه. الله خلقوا مساحه جميله. لا 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 لا، ولكن العملاق الشطناوي لا، حوت جديد. عندما ظهر عامر شفيع في الصين في 2004 ايقن العالم الاسيوي بالكامل ان هناك دعيع جديد قادم لحراسه مرمى كره القدم الاسيويه، وقد كان عامر شفيع. ولكن في بطوله غرب اسيا وتصفيات مؤهله الى كاس العالم وصل بالفعل الى العالم ان هناك حارس مرمى عملاق قادم لحراسه مرمى النشامه وكره القدم العربيه الاسيويه. بالفعل هو الشطناوي، مشروع حارس كبير للمستقبل. منذر ينذر ويتقدم ومطالبه بالسرعات دي. السرعات دي يا ولد، لا 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 لا، مش ممكن لتاني بل لثالث مره. وايه الحماس الجميل ده، وايه الجماهير العظيمه دي. فرحه كبيره بالمهرجان الكبير كلاسيكو كره القدم. بينما جماهير السماوي، جماهير الزعيم، جماهير نادي الفيصلي سعيدة سعادة ما بعدها سعادة. وكم هو وفاء كبير من اللي حضروا النهاردة مع الفيصلي رغم تراجعه في الترتيب، رغم تراجعه في العروض، رغم تراجعه في النتائج، إلا إن ثقتهم في زعيمهم كبيرة. فكان الزعيم أهل لهذه الثقة فتقدموا بهدف وحافظوا عليه حتى الآن، بل فرصة لإحراز الهدف الثاني ولكن ضاعت. يبقى السؤال، هل يستمر الفيصلي في فن الفارق العمري من ناحية العمر الكبير للاعيبة الوحدات قد يؤثر على السرعات. عشان كده نص الملعب اتفتح، عدى من جديد الولد وفرصة كبيرة ولكن ضربة ركنية. الله، كبر سن
لاعبي خط وسط نادي الوحدات مأثر جدا جدا جدا. يتفوق على نفسه في ضرب هنا من غير كوره. اوه ضرب من غير كوره، وبالتالي مشكله في مستقبل المباراه. يوسف النبر الدولة ضاعت يا نجم يا كبير. حاولة تاني من جديد، ضغط قوي وحماس كبير ومعدل جري غير عادي من لا 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 طريق ستيدي من بين الاقدام والقدام. رائد النبطير، يا سلام يا رائد، يا سلام يا رائد، ولكن عامر شفيع في الوقت المناسب. السابع على اسيا، محاولة من جديد، يحاول الوحدات. يا سلام، الله عليك الله عليك، تسلم ايديك يا محمد الشطناوي. حوت النشامة الجديد يتصدى ببراعة للتصويبات والعرضيات والراسيات، ويتفوق في كل المواجهات ويبرز بالفعل وكأنه نجم اللقاء الأول. بعدما أحرز الفيصلي هدف اللقاء الأول أصبح هو النجم الأول، يتصدى ببراعة ومعه يوسف. تاني على طول أمامية، خلاص عمق دفاعي عظيم، والشطناوي وترقب الجماهير. أي ترقب، أي تركيز، أي انتباه، أي شد، أي عصبية، أي حب، أي انتماء. كرة القدم تقدم الكثير للمجتمعات. أحمد الحراني هينزل. نلعب في الدقيقة. والله تفوقوا على انفسهم وتفوقوا على الوحدات وتفوقوا على كل المحللين والخبراء، وقدموا حتى الآن مباراة كبيرة. تحضير تاني يا ولد، 4-على-4. أي شجاعة وأي توازن وأي كرة قدم محترمة يقدمها فريق نادي الفيصلي في هذا اللقاء. جميل. فقط يبقى إحراز الأهداف. راحت من القائد عبد الله الحنحني. 3-على-4، 3-على-3، 3-على-3. قطار الأردن السريع ينطلق ويتقدم، وعرضية ولكن خرج عامر ديب ولا ايه؟ هل خرج عامر ديب ونزل البديل ليس بشتاوي؟ قد يكون. تاني من جديد، فرصة تاني ولا ايه؟ عايزين ضربة جزاء، لسه الكرة في الملعب، تاني بعرض الملعب، هوبا اللحظات الأخيرة. لكن وحش، الله عليك، ربنا يحميك. يوسف الألوسي يقدم مباراة تاريخية. لا 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 لا، كارت أحمر ولا ايه؟ كارت أحمر ولا ايه؟ قال لك كارت أصفر كفاية عليه. انفراد كامل بالمرمى والكرة تحت سيطرته وفي طريقه لإحراز هدف، ولا يبقى أمامه غير مدافع واحد. تابع مع بعض، مدافع واحد. تاني من جديد، اللحظات الأخيرة سريعة، تصويبه. الله. الحوت الكبير يعود. عامر شفيع بأداء راقي وبديع ينقذ مرمى الوحدات من هدف تاني، وتصويبة رائد النواطير بها كان فريقه هيطير بالثلاث نقاط، ولكن عامر شفيع يرفض الهدف الثاني. لا زالت النتيجة تقدم للفيصلي وركنية لأصحاب الزعامة، 1-0 حتى الآن. الله اللقاء الكبير، واحدة من الماتشات الكبيرة التي نفتقدها في منطقتنا، من الماتشات الصعبة بيتعرض لها أفضل حكم العام الماضي في الدوري الأردني، ولكن يؤدي مباراة كبيرة بطاقم تحكيم أيضا. كان في زمان عوني حسونة، كان واحد من الحكام اللي نعرفهم الحقيقة كلنا، وكان من الأسماء الجميلة الحقيقة. نزول مصعب، انتصار للوحدات، 25 انتصار للفيصلي و22 تعادل. فوز الفيصلي اليوم يعني أنه سينتصر 26 مرة مقابل 25 مرة للفيصلي، ويعني أن فريق الفيصلي فرحة ما بعدها فرحة، وانتصار ما بعد انتصار، و3 نقاط يرفع رصيده للنقطة رقم 14، يصعد المركز الثالث مع بصافرة النهاية. ويا لها من نهاية، كلاسيكو النشامة، كلاسيكو كرة القدم الأردنية لصالح الفيصلي. الفيصلي يقهر الظروف ويتفوق ويقدم مباراة كبيرة بطولية. بطل الملحمة هو المدرب محمد اليماني، والهدف براس إبراهيم الزواهرة، والحارس والحوت الجديد هو محمد الشطناوي. والفرحة للزعيم، نعم فرحة للزعيم، فرحة ما بعدها فرحة، وانتصار ما بعد انتصار. ينجح في رفع رصيده إلى النقطة رقم 14، ويتبقى أمامه الرمسة وشباب الأردن ليعتلي الصدارة من جديد. مبروك لفريق الفيصلي.
الفيصلي. هارد لك لفريق الوحدات، قدموا مباراة كبيرة، قدموا مباراة عظيمة، وكرت أحمر لرافت علي بعد انتهاء المباراة. لقطة لا تليق بقيمته ولا تاريخه ولا تاريخ اليوم الجميل، خاصة بعد احتفالية مهرجان النشامة بالأمس بحضور سمو الأمير علي بن الحسين. مشاهدينا الكرام، مبروك لكرة القدم الأردنية هذا الأداء الكبير، مبروك للفيصلي، مبروك يا زعيم، مبروك يا زعيم. شعاع الشمس قد يخفى لكن نور الحق لا يطفأ، وبيب بيب بيب شمس الزعيم لا تغيب. نجح فريق الفيصلي في الانتصار ورفع رصيد النقطة رقم 14. تجمد رصيد الوحدات عند 19 نقطة لكنه يبقى في الصدارة. مشاهدينا الكرام، من استاد عمان الدولي عشنا لحظات الكلاسيكو الأردني الجميلة. التقي وإياكم معلق اللقاء أحمد الطيب، على أن نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة. نعود للزملاء الأعزاء نايف العنزي، رافت العلامي، محمود الفضلي. مبروك يا محمود، فإلى هناك.